تخيل إنك في رحلة مع أعز أصحابك، متسلقين محترفين متعودين على أقصى ظروف الطبيعة. درجة الحرارة بره 30 تحت الصفر. فجأة في نص الليل بيحصل شيء مرعب، شيء غير منطقي ومخيف لدرجة إنكم بدل ما بتقفوا تفكوا باب الخيمة بتقطعوها بالسكاكين من جوه عشان تهربوا بأي تمن. بتهربوا في الضلمة وسط عاصفة ثلجية، من غير هدوم ومن غير جزم. بتهربوا لموتكم المحتوم. فيا ترى ايه هو الشيء اللي كان مستنيكم بره؟ فاهلا بيكم في حلقة جديدة من الارشيف. معكم احمد غنيمي، والنهارده هنفتح واحد من اعقد وابشع الملفات اللي قفلتها الحكومة السوفيتية. النهارده هنعيش تفاصيل ليلة الموت في ممر دياب. ففي البداية احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك علينا جميعا، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. القصة بتبدأ في أواخر يناير سنة 1959. 10 شباب، 8 ولاد وبنتين، كلهم طلاب وخريجين من معهد الأورال للفنون التطبيقية في الاتحاد السوفيتي. قائد الرحلة شاب عنده 23 سنة اسمه إيجور دياتلوف. كلهم كانوا رياضيين من الدرجة الثانية في التسلق، والرحلة دي كانت تذكرتهم للحصول على الدرجة الأولى، أعلى درجة احترافية في الاتحاد السوفيتي وقتها. هدفهم الأساسي في البداية كان جبل اسمه أوتوريتين، اللي معناه بلغة قبائل المانسي المحلية لا تذهب إلى هناك، من كتر ما هو جبل صعب وليه سمعة سيئة. ولكن هم ما حطوش الأمر دوت في عين الاعتبار، وفعلا بيبدأوا رحلتهم بكل سعادة، وبيصوروا بعض وبيكتبوا مذكراتهم، والأيام بتعدي لغاية ما بيوصلوا لليوم الثالث. واحد من الفريق اسمه يوري يودين بيحس بتعب شديد في مفاصله وما بيقدرش إن هو يكمل الرحلة، وبيضطر يوري إن هو يودع صحابه ويرجع. ولكن ما كانش يعرف إن التعب دوت هو اللي هينقذ حياته، وإنه هيكون الشخص الوحيد اللي هيفضل عايش عشان يحكي عنهم. بحيث إن يوري فضل طول عمره يقول: لو كان مسموح ليا إن أنا أسأل ربنا سؤال واحد، كنت هسأله إيه اللي حصل لصحابي في الليلة دي. وفعلا بنوصل ليوم 1 فبراير. الفريق اللي بقى مكون من 9 أشخاص بيوصل لمنحدر جبل اسمه خولات سياخل، واللي ترجمته الحرفية معناها جبل الموت. الجو بيبدأ إن هو يستاء عليهم، وبتحصل عاصفة، وبتبقى عاصفة شديدة، وبتنعدم الرؤية. وهنا دياتلوف بيقرر إن هو ياخد قرار بإن هو ينصب خيمة على منحدر الجبل المكشوف دوت، بدل إن هما ما ينزلوا يحتموا في الغابة اللي تحتهم بمسافة كيلو ونص. طبعا انت دلوقتي هتستغرب اللي هو ليه كده، ولكن لو جينا نحسبها بالعقل، يمكن عشان ما يخسروش الارتفاع اللي هم وصلوا له، لأنهم وصلوا على ارتفاع عالي من الجبل. وفعلا بينصبوا الخيمة، وبيبدأوا إن هم يستقروا في مكانهم، وناموا وكلوا، وحتى سابوا الكاميرات بتاعتهم والمذكرات جوه الخيمة. وفي مكان ما بين منتصف الليل والساعات الأولى من الصبح بيبدأ الكابوس، بحيث إن فريقنا العزيز بينقطع عنه الأخبار لغاية يوم 20 فبراير. الأهالي بتاعتهم بدأوا يقلقوا: فين ولادنا؟ المفروض كانوا يبعتوا تلجراف من أسبوع أساسا. والضغط بيزداد، والجامعة والجيش بعتوا فرق بحث بالطيارات والكلاب البوليسية، لغاية ما بيوصلوا ليوم 26 فبراير وبيلاقوا الخيمة بتاعتهم. طبعا انت دلوقتي هتستغرب، لقوا الخيمة؟ لقوا الخيمة، لأن اكتشاف الخيمة في حد ذاته كان لغز. الخيمة كانت نصها مدفون في التلج ومقطوعة من جوه. الخدوش والقطوع أثبتت إن اللي جوه كان بيصارع عشان يخرج بسرعة جنونية، وكل حاجة سابوها جوه: الكاميرات، المذكرات، الأكل، الفلوس، والأهم الهدوم التقيلة والجزم. طبعا الأمر هنا تصاعد بحيث إن هو بقى قضية، والمحققين استلموا الموضوع دوت، وفعلا بيلاقوا آثار لأقدام ل9 أشخاص نازلين المنحدر باتجاه الغابة. ولكن الغريب إن الآثار ديت ما كانتش باينة لناس بتجري، لأ، دي مش ناس في أزمة أو عندها بانيك أتاك، لأ، دي كانت خطوات منتظمة، وبعضهم كان حافي، وبعضهم كان لابس شراب واحد، وحبة منهم كان لابس فرد الجزمة واحدة. نزلوا في التلج لمسافة كيلو ونص لحد ما اختفت آثارهم تحت التلج. طبعا الأمر مريب جدا أساسا، وفرق البحث مشيت ورا الآثار ديت لحد ما وصلوا لشجرة صنوبر ضخمة على أطراف الغابة. وهناك لقوا أول جثتين: يوري دوريشينكو ويوري كريفشينكو.
الاتنين ماتوا من التجمد، وكانوا لابسين ملابس داخلية بس، وجنبهم بقايا نار صغيرة جدا حاولوا يولعوها. ولكن كل دوت لسه مش الرعب الحقيقي هيبدأ، بحيث ان المحققين وهم بيفتشوا لقوا ان فروع شجرة الصنوبر متكسرة لحد ارتفاع 5 متر، ولحم الشباب ودمهم كان على جذع الشجرة. طبعا انت مش فاهم ايه دوت، ولكن هم كانوا بيحاولوا يتسلقوا بكل يأس الشجرة، كأنهم كانوا بيهربوا من حاجة على الأرض، أو بيحاولوا يشوفوا الخيمة من بعيد عشان يتأكدوا إن الشيء اللي هربوا منه مشي خلاص، إن هم يقدروا يرجعوا. لكن كل دوت كانت محاولات يأسة منهم، بحيث إنه على مسافات متفرقة بين الشجرة والخيمة لقوا 3 جثث كمان: القائد إيجور دياتلوف وزياندا ورستم. ال3 كانت وضعية جثثهم كانت بتأكد حاجة واحدة مرعبة، إنهم كانوا بيزحفوا في التلج وبيحاولوا يرجعوا للخيمة، ولكن ماتوا في الطريق من التجمد. ولحد اللحظة دي 5 بس ماتوا من التجمد. طبعا ده بيطرح سؤال: فين ال4 الباقيين؟ وبتفضل فرق البحث عمالة تدور عليهم لغاية ما بيعدي شهرين، والتلج بدأ يدوب في شهر مايو، وفرق البحث قدروا إن هم يلاقوا ال4 الباقيين في وادي عميق، وادي تحت التلج ب4 متر. وهنا الطب الشرعي كان واقف مصدوم، بحيث إن ال4 دول ما ماتوش من البرد أساسا، لأ، ال4 دول اتعرضوا لمذبحة طبيعية. عندك مثلا نيكولاي وفراكتل، الجماجم بتاعتهم لقوها متهشمة تماما، وعلى الناحية التانية سايمون ولودوميلا صدرهم كان مفعوص حرفيا، ضلوعهم كانت متكسرة من جوه. ده حتى طبيب التشريح قال نصا: القوة اللي كسرت الضلوع دي مش قوة إنسان، دي قوة تعادل اصطدام عربية بتجري بسرعة جنونية في حيطة. فاهم الفكرة؟ المريب أكتر إن ما كانش في أي كدمة خارجية على الجلد، قوة قدرت إنها تحطم عظمهم من جوه بدون ما تخدش الجلد. الموضوع مرعب جدا. ومثلا لودميلا، التفصيلة الأبشع فيها إن الجثة دي لقوها من غير عينيها ومن غير شفايفها ومن غير لسانها، كأن في حاجة شالتها بكل دقة جراحية. الأمر كان بشع جدا، والأرعب أكتر إن كان فيه بقايا إشعاع على شوية ملابس اللي كانت على الجثث ديت. لما اتفحصت في المعمل لقوا عليهم مستويات عالية جدا ومروعة من الإشعاع النووي. ليه هدوم رحالة في جبل يكون عليها إشعاع نووي ومفيش مفاعل نووي جنبه ولا فيه قنبلة نووية اتخبطت فيه؟ طبعا الحكومة السوفيتية قفلت الملف دوت في أقل من شهرين، والتقرير النهائي كتب فيه جملة واحدة بس: الوفاة نتيجة قوة طبيعية قاهرة لم يستطع الضحايا التغلب عليها. وأمروا طبعا بدفن الجثث ديت في توابيت من الزنك مقفولة علشان محدش يشوفهم. وطبعا الأمر دوت فتح أبواب الجحيم للنظريات، بحيث إن أنت هتلاقي كذا نظرية. أولهم مثلا نظرية الانهيار الجليدي، النظرية اللي كانت أقرب للعلم. العلماء قالوا إن طبقة الجليد اتحركت فوق الخيمة، خلتهم يفتكروه انهيار ضخم، فقطعوا الخيمة وهربوا. ولما وصلوا للوادي وقعوا، وكتلة تلج ضخمة نزلت سحقتهم، وده يفسر تكسير العظام اللي حصل لهم. ولكن النظرية دي ما كانتش بتفسر الإشعاع ولا غياب لسان لودميلا ولا ليه آثار الأقدام كانت منتظمة ومش بتجري أساسا، على الرغم من إن هو لو في حتة تلج نازلة عليهم بشكل انهيار المفروض إن هم بيجروا وبيحاولوا إن هم يحتموا أساسا منها. ولكن كان في نظريات برضو أخرى، زي تجارب عسكرية سوفيتية سرية، وكان الاسم الشائع للنظرية ديت الكرات المضيئة. الناس قالت إن مجموعة متسلقين تانية كانوا على بعد 50 كيلو من الحادثة، وشاهدوا إن هم شافوا في نفس الليلة ديت كور برتقانية مضيئة طايرة في السما فوق جبل الموت تحديدا. فهل كانوا بيختبروا سلاح سري؟ قنبلة فراغية مثلا هي اللي سببت الضغط المهول اللي كسر ضلوعهم ونزفهم من جوه، وده اللي بيفسر الإشعاع ومحاولة الحكومة إنها تتكتم على الموضوع؟ طبعا دي نظرية من ضمن كذا نظرية. وكان في نظرية تانية وهي نظرية الموجات تحت الصوتية، والنظرية دي كانت عبقرية جدا، لأنها كانت بتقول إن تضاريس الجبل مع الرياح العنيفة بتخلق دوامات هوائية بتنتج موجات صوتية ترددها أقل من 20 هرتز.
والأذن البشرية مش بتسمعها، ولكن المخ بيترجمها لحالة من الرعب والهلع والشعور بالموت. ولكن لحد هنا النظرية دي ممكن تفسر هروبهم المجنون من الخيمة في نص الليل، ولكن ما بتفسرش آثار أقدامهم ولا الإشعاع. برضه ما زلنا في حيرة. والنظرية الأخيرة وكانت نظرية التعري المتناقض. وليه كانوا قالعين هدومهم أساسا؟ بحيث إن في المراحل الأخيرة من التجمد الأعصاب بتتدمر، والمخ بيبعت إشارات غلط للجسم إن الجو حر جدا، فالمريض بيقلع هدومه في التلج وبيموت. وده كان بيفسر حالة الجثث. بس كلها في الأول وفي الآخر كل الكلام دوت كان نظريات، وما كانش فيه تفسير منطقي يقدر إن هو يقنع الإنسان. لحد ما بتيجي سنة 2020 وروسيا بتفتح التحقيق تاني، وبيعلنوا إن السبب هو انهيار جليدي. ولكن ما كانش فيه ولا عيلة من عائلات الضحايا ديت أو يعتبر الورثة بتوعهم، ولا أي باحث حتى في لغز دياتلوف كان مصدق التفسير دوت، لأن التفسير دوت كان أضعف بكتير من حجم الرعب اللي كان في القضية دي. فتخيل معايا 9 من خيرة الشباب السوفيتي راحوا ضحية لشيء مجهول. هل كانت الطبيعة بقسوتها، ولا تجارب البشر العسكرية، ولا شيء تاني أظلم وأكثر رعبًا استخبي في جبال الأورال؟ فشاركوني آرائكم في التعليقات وإيه أقرب نظرية لعقلكم. وبس دي كانت حلقتنا، ولو عجبتكم الحلقة النهارده من بودكاست من الأرشيف ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والفولو هنا على سبوتيفاي، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل ملف جديد بنفتحه. وآسف لكم جدًا على الانقطاع المفاجئ اللي حصل في الفترة الأخيرة، بحيث إني اختفيت بسبب إن أنا قدّمت ورقي في الجيش وهكذا واتقبلت، والمفروض إني هاخش الجيش من بدءًا من شهر 4، فساعتها للأسف هاضطر إن أنا أختفي. بس بإذن الله هاعمل خطة بإذن الله إن المحتوى يفضل ينزل حتى وأنا في الجيش. وبس أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين تاني، ورمضان كريم عليكم، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. وإن شاء الله هننزّل حلقات يوم الاثنين والخميس الساعة 22:00، فاستنوا كل الحلقات الجديدة، ومستني كل آرائكم وتعليقاتكم. وبس كان معاكم أحمد الغنيمي، ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف، ويا رب تخشوا الجنة، وسلام.